قابلتنا كارثه في العربيه دي، بس الحمد لله قدرنا نتعامل معاها. صاحب العربيه دي لسه مشتريها مستعمله، واول مره يغير لها زيت، واكتشفنا ان الزيت نزل ناقص جدا، والعربيه مطلعه من غطا الموتور بخره زي ما انت شايف كده. وصاحب العربيه عايز يرجع للزوجه الاساسيه اللي هي 45، واحنا مش عارفين منين بيودي فين. طبعا مش هضحك عليك، اول حاجه دماغي راحت فيها ان الزيت ده ممكن يكون مضروب، لانه اتبخر بسرعه جدا، وكمان عامل كميه رغاوي غريبه جدا. الزيت المفروض ما يرغيش كده. بصراحه ان دماغي تروح ناحيه طقم الشمبر، او ان الموتور فيه لا قدر الله حاجه، او فيه اي تسريبات مستبعده جدا. الموتور شكله قدامي كويس جدا، وكمان صاحب العربيه كشف على الموتور بجهاز الكبسه قبل ما يشتريها. فانا مستبعد حته انه يكون التاكل بسبب طقم شمبر. اللي يغيظك اكتر ان صوت الموتور انعم من صوت هيفاء وهبي. طب ايه يا جدعان؟ كده يبقى الزيت اللي كان محطوط قبل مني مضروب. ما هي خلاص، انا دماغي ما راحتش غير في الموضوع ده. انا مش هضحك عليك، كنت قاعد شويه في قمه حيرتي، ما انا خايف اطلعه 5 دبي 40 على طول يبقى الموتور فيه مشكله، فيحصل تاكل عنده، فتحصل مصيبه في الموتور. وفي نفس الوقت مش عايز احط له رزوجه تقيله، علشان خاطر وارد ان يكون الموتور السكنز بتاعه لسه كويس، فيبقى حرام عليا ان انا اعمل ده. فصراحه كنت في قمه حيرتي. سبتي لو الزيت فعلا مضروب، ما هو لو الزيت مضروب واتبخر جوه الموتور يبقى هو عمل سلادج جوه. طب انا انضف الموتور ازاي من غير ما احل كارتيره؟ بعد كل اللي انا حكيته لك ده، تفتكر انا اتعاملت معاها ازاي؟ صراحه هو ده هدف الفيديو. انا عايزك تقول لي لو انت معاك الحاله دي هتتعامل معاها ازاي، وهتحط لها زيت ايه، وهتغسل الموتور من جوه ازاي، سواء انت مستخدم او صاحب مركز زيوت. وكالعاده انا احمد السويسي، كل يوم فيديو جديد عن عرض جديد ومعلومه جديده. عشان يوصل لك كل جديد اعمل لنا متابعه.